السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفلات، نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير. لنبدأ فيديونا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طفلات، البنات، شويبات، راني شاكرة متتبعاتي الوفيات كاملات، واللي انضمت ملي للقناة راني شاكرتها، واللي من كيفنا تشوف قناة عالم المرأة الصحراوية. نتمنى عنك يعجبك محتوى القناة وتشاركي وتفعلي الجرس ياكي يلحقك أي جديد. المهم شويبات والبنات، اسمحوا لي على ذا طول الغياب. لا إله إلا الله، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ظروف فقط، ذاك علاه طولت عليكم الغيبة. غير بعد بالي وعقلي وتخمامي ألا معاكم شويبات والبنات والطفيلات. الباغي راه لكم متبادل. ومن ذا الفيديو نقدم تحيتي لكم كاملات، وبالخصوص الطفيلات اللي دخلوا عليا الخاص ويسولوا عن حالي وأحوالي. أنا الحمد لله بخير وعلى خير، ولله الحمد والشكر. غير لا ظروف، ذاك علاه ما قديت نصور معكم. صراحة أنا الفيديوهات مطروحين عندي، غير لا ما لقانا باش لي نطرحهم، وذا ما هي خالقة. المهم دريك طلعت عليكم بهذا الفيديو اللي هو جد بسيط، روتين بسيط. هذا الفطور شاركت معكم فطورنا في ذا رمضان. ذا رمضان ما ان احنا حدنا متأزمين، يعني الشعب كامل متأزم. الله ان شاء الله يقلب على الشعب قلبة خير ان شاء الله يا رب يا ارحم الراحمين. المهم بديت لكم اليوم ليه نعدل الى كتب الله عز وجل الحرشة. والحرشة الطفيلات انا عيني ميزاني ما كان اقبض العبار. تجي زوينة صراحة. تبارك الله راكم كاملات تعرفوا تطيبوا، تعرفوا الذوق، كيف تعرفوا الشريفة. ما عندي مع الطبخ صراحة، ماني من العنايات اللي يميل للطبخ قبالة. نعرف نطيب وذو، ولكن ما كان ميل له صراحة. غير الظروف اللي كتحكم عليا اني ضروري ما نطيب وتوف، لو كانوا مهم الظروف ما نطيب. لاني ما نجبر فيه متعة، ذاك لا. وهو اي مسألة ما يجبر فيها الانسان متعة ما كتكون عنده مهمة. كي قلت لكم لين عدى الحرشة ولين عدى البيتزا، ووليدها تنبرسطيني على يعني باغيين لاكلاص لين عدلوا لهم الى كتب الله عز وجل. يا توف. المهم الطفيلات، كنت مواعدتكم عني لين ندير لكم برومو في بداية رمضان، ولكن لا إله إلا الله. كي قلت لكم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. غير إن شاء الله بإذن الله شي من ذو النهارات اللي ندير لكم برومو إلى كسب الله عز وجل، باش يستافدوا منه متتبعاتي، لأن يدخلوا عليا ويقولوا لي منين قاس البرومو منين قاس. والله إلا راكم في بالي وفي قلبي، ولكن لا إله إلا الله. عيات تحكم عليك الظروف انك ما يعني شي كامل بغيتي تعدليه ما يكتبوا مولانا وتوف. المهم ان شاء الله باذن الله شي من ذو النهارات اللي نطرح لكم برومو كي قلت لكم بمناسبه عيد الفطر. الله يدخلوا علينا وعليكم مغفره الذنوب وزين مقام وفرح ان شاء الله وسعاده وتحقيق الامنيات ان شاء الله. المهم شويبات راني كملت الحرشه. كي قلت لكم الحرشه راه اي وحده تعرفها. دريك لين عدى الحسا الاحمر. طفيلات هذا رمضان تخيلوا بدايته كامله ما درت فيه الحريره. كي قلت لكم متأزمين شوي، ذاك علاه يعني لا الحسا الاحمر والشوفان فقط. لين عدى الحسا الاحمر قد شاركت معكم طريقه الحسا الاحمر. يعني اللي بغات طريقه الحسا ريت ترجع للفيديوهات. الفيديو راني زاركتو طريقة الحسا الأحمر. وصراحة زينة رقاج نوبة من نوبات، يعني ماشي لا رمضان الحريرة. أنا سيستيمي دايما في رمضان نهار الحريرة، نهار الشوفان، ونهار الحسا الأحمر، ونهار الحسا ديال التشيشة. يعني كل نوبة ما كان نتمن لها الحريرة. هذا هو. المهم بالنسبه بغيت نقول لكم مساله الطفيلات انا كنعدلها، واغلبيه الطفيلات كاع اللي يعود يعدلها. انا سابق رمضان والله كاع اقولوا العام كامل على طولو من كان نجبر الفلفل رخيصه كنشري منها قدر، وكنقطعو تقطع صغير وكنديرو في الفريغو. كي قاعد عندي هذا رمضان تبارك الله ما شريت الفلفله لانها اصلا ديجا عندي. المهم هذه لا من باب اني نختار اني نشارك معكم هاي الفكره لعل تعود فايته شي من الطافلات. المهم شويبات والبنات والطفيلات خلوكم تخطوا معايا هذا الروتين اللي هو خفيف ظريف الطفيلات. اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب،
وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعوضا، وألبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا، وعملا صالحا، وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب املأه إيمانا. بالنسبه للطفيلات اللي دخلوا عليا للخاص وقولوا لي ما تليتي تطرحي لنا المواضيع، ندور ان شاء الله باذن الله نطرح لكم مواضيع اللي هم في المستوى ونشارك ان شاء الله باذن الله معاكم ياسر من قصص الطفيلات، ونعطيهم نصائح، وحتى انتماتي تشاركوا الطفيلات اللي يطرحوا مواضيعهم. راهم اي موضوع الطفيلات طرحتوه الا وكان بغيكم يعني تفيدوا مولات المشكل، يعني ننصحوها حناتي كاملات. هذا هو علاه نشارككم قصص الطفيلات، ومن طلب منهم هماتي الطفيلات كيقولوا لي اطرحي الموضوع في القناه. المهم شويبات البنات والطفيلات، هاي الاله اللي تشوفوني يعني الطراب هذا ديال الضوء بجويرته راني رابحته في اوليفرام الطفيلات، لاني كي تعرفون خدامه في اوليفرام، وكاين مسايا تبارك الله اللي الماعين اللي ربحتهم في اوليفرام بلا درهم بلا جوج، ومن بينهم هذه يعني هاي العجانه الصغيره اللي هي زوينه صراحه. كان نخلط فيها مسكوته كيف تاك، والله منين نبغي ندير لاكلاص والله شي نديرو فيها. المهم الطفيلات لاكلاص اللي نديرو ديال الشكلاط الطفيلات، درت لها الحليب وسميتو والكريم فقط. المهم لين نخليه ينخبط مزيان، لين ينخبط ونعود نديرو في الثلاجه، لان هذا الفيديو الطفيلات راني مصورته بدايه رمضان، يعني تقريبا العشرة الاولى في رمضان، ولكن كي قلت لكم لقانا باش نطرح لكم الفيديوهات ما كاينه، يعني ما هو مصور الا دريك، يعني من بدايه رمضان الحال كان حامي كيف تعرفوا، وكان ضروري ان من شي يعني يعود يبرد. المهم الطفيلات منين خمرت الخميره ديال البيتزا راني لهين كراسها الطفيلات. انا ما درت ميني بيتزا، درت خبزه واحده كبيره، وليت تشوفوها غليظه الطفيلات، لان اصلا ولادي يبغوا البيتزا تعود غليظه، ما يبغوا بيتزا رقيقه. وصراحه انا البيتزا نديرها في خاطر ولادي، لانهم هم اللي كياكلوا بيتزا ويبغوها، وحتى انا كذلك نبغيها. مولا خيمتي ما يوكلها، يعني ما يبغي بيتزا ذاك علاه. المهم الطفيلات راني طحنت شي من المانجا اللي ندير عصير المانجا الا كتب الله عز وجل، وحشوه بيتزا راهي عاديه، انا ما ندير فيها الطفيلات الحوت بيا اصلا، انا ما نبغي فيها الحوت، وحتى ولادي ما يبغوا فيها الحوت، يبغوها لا بالخضره والفرماج صافي. وهي بيتزا اقتصاديه صراحه، واي وحده تقد تعدلها، يعني ماشي ضروري انك تديرها بالكفته ولا الحوت، تقدي ديرها لا بالخضره ذاك علاه. المهم شويبات، اسمحوا لي هذا رمضان ما شاركت معاكم ياسر من الفيديوهات، ولا شاركت معاكم يعني نصائح ولا شيء. هذا رمضان كان شويه ثقيل عليا ولله الحمد والشكر، لان اصلا كاع صراحه متازمين، ومن لا احنا اللي متازمين، كي قلت لكم متازم العالم كامل ذاك علاه. واصلا جوي لا داعي للتكرار، ما عندي جو باش نطرح الفيديوهات. واصلا يا طفيلات اليوتيوب بالنسبه هذا اللي يعودوا عارفات اليوتيوبرزات عندنا شي اللي تمي دائما مستمر على الفيديوهات، كيجيك واحد الوقت كتوقع لك انتكاس في يعني
بحال الملل ولا صافي طير لك من المسله، يعني مات اللي تتبغي تعادل ديك المسله كتوقفي مات اللي يرشق لك على تطرحي شي ولا شي. وهذا راه مع كاتو صحابات اليوتيوب كاملات راكم كتشوفوا وحده كتزرق الفيديوهات الى واحد اللحظه ما تلاش كتزرق كيوقع لها يعني كتعيا. سبحان الله، اي حد كيبغي فتره نقاهه ويبعد شوي من ذاك العمل اللي هو كيعدل ذاك علاه. يعني هذا الشيء اللي وقع لي انا، وقع لي بحال صافي عييت من التصوير وعييت من ذاك علاه. يعني وقفت لكم وقفت التصوير عنكم غير بعد راكم في القلب وفي البال وفي الاخلاق. شاهد مولانا. المهم شويبات والبنات، هذا هو فطورنا اللي جد بسيط كيف اي فطور من فطور اهل الصحراء. المهم خلوكم معايا شويبات الى فيديو قادم.